أيام الثورة السورية وعقب التدخل الإيراني عبر حزب الله فيها، خرج الإخوان ليقولوا للعرب بأن حزب الله قاتل السنة ومن يقف خلف ذبح السوريين والعرب، وطالبوا العرب بمعاداته، واتهموه بأنه من أجهض أحلام السوريين بالخلاص من النظام. لكن مرت سنوات وعاد الإخوان إلى مربع إيران وتشابكت مصالحهم، ومن كان يطالب بمعاداة إيران وحزب الله أي الإخوان عادوا يصف الحزب بالمقاوم والبطل، بل ويصف إيران بأنها حامية السنة، وهي من تتصدى لإسرائيل في انقلاب واضح على مواقفهم السابقة ليثبتوا نظرية أن الإخوان لا تحركهم سوى المصلحة. فهم بعد أن خسروا نفوذهم وحضورهم في الساحات العربية بعد ثورة الشعوب عليهم، أرادوا العودة للساحة عبر البوابة الإيرانية وعبر شعار المقاومة، ويفترضون بذلك أن ذاكرة الجماهير قصيرة وستنسى مواقفهم السابقة. والحقيقة أن هذه هي عادات الجماعة والتنظيم، فحيثما مالت الريح يميلون، وحيثما كانت مصلحتهم يختارون ويذهبون ويتعاملون مع جمهورهم بعقلية التابع الأعمى الذي عليه تصديقهم من دون نقاش أو مراجعة. وكثير من جمهورهم فعلا يسير خلفهم على هذا النهج من دون أدنى فكرة أو تفكير.